الله الرحمن الرحيم. السادة المشاهدين الكرام، جمهور الفروسية ومحبي الخيل متابعينا من كل مكان، أهلا بحضراتكم ولقاء جديد في برنامج مع الخيل with horses. وبنتمنى لحضراتكم في بداية السنة سنة جديدة سعيدة على الجميع والعالم يا رب. اللقاء ده بنتكلم فيه في بعض المستجدات اللي بتقول إن في تغيير في الفترة القادمة بإذن الله على ساحة الفروسية المصرية والرياضة عموما في مصر، زي ما أشرنا في الفيديو الافتتاحي السابق. المستجدات دي بدأ يبقى فيه تردد على إن بعض رؤساء الاتحادات الحاليين ينتووا الترشح لرئاسة اللجنة الأولمبية، وبالفعل بدأت مواقع أخبارية تتناقل هذا الموضوع. رؤساء الاتحادات دول السادة شريف العريان وياسر إدريس، وفي كلام على إنه أصبح في صراع على الموقع ده اللي هو رئيس الأولمبية، وكمان بيتردد إن الدعم رئيس الأولمبية الحالي هيكون ل رئيس الاتحاد شريف العريان. هل الدعم ده هيكون في صالحه؟ هيكون ضده؟ هل هيمشي على نفس خطوات رئيس الأولمبية الحالي؟ هل هيكون عنده نهج خاص بيه؟ هل لأ هيكون في ظهور لناس تانية في المشهد غير الاتنين دول كمان على موقع رئاسة الأولمبية؟ هنستعرض لحضراتكم أي مستجدات في الموضوع ده الفترة اللي جاية بإذن الله، ولكن دي أحد الملامح المهمة في أن تقول إن في تغيير في الفترة القادمة بإذن الله. وهل ده هيتم قبل نهاية المدة الحالية للرئاسة الأولمبية أو لأ، هنتابع ده مع حضراتكم الفترة اللي جاية. بالإضافة لملامح أخرى منها انفتاح شوية السوق الخاص بالخيول الأجنبية، اللي معظم الرايدرز اللي بيركبوا خيول الأجنبية عارفين الموضوع ده الفترة اللي فاتت، يعني لأنه كان التجارة دي تقريبا مقفولة على شخص واحد، ومش المفروض الحقيقة أنه كان يسيطر عليها بهذا الشكل، ومثبت الكلام بمستندات رسمية يعني. ولكن دلوقتي أصبح في تعدد في مصادر الخيول الأجنبية، وهو عموما الخيول الأجنبية يعني مش عدد كبير اللي بيشتغل فيها، ناس محدودة اللي أهل ثقة فيها، ولكن خروج الخيول الأجنبية عن إطار هذا الشخص فهو إشارة إيجابية جدا. كمان في حاجة جميلة جدا يعني state of the art هنستعرضها معاكم اللقاء الجاي بإذن الله، برضو من ضمن المؤشرات دي وغيرها من المؤشرات اللي هنستعرضها مع حضراتكم في اللقاءات القادمة، بالإضافة للأمور اللي بنستعرضها مع حضراتكم عموما. ولكن ما حبيناش نبدأ السنة بحاجات مش لطيفة، لأن الفترة اللي فاتت الحقيقة في حاجات كتير كانت بتحصل، انتظرنا لحد ما ملامحها تبان. يمكن شكلها إيجابي، لكن توقيتاتها والقرارات اللي بتتاخد فيها ما بتقول غير كده، وهنستعرضها مع حضراتكم في اللقاءات القادمة بإذن الله. نراكم دايما على خير، دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.